وليد جنبلاط يبدل حلفاءه ولا يبدل عدوه. ثم حين تبدلت الموازين عاد فهادن دمشق وحزب الله 2009-2010، وبعد الثورة السورية 2011 انقلب على الأسد الابن. حليف اليوم خصم غدا، ثم حليف بعد غد، حتى لصق به وصف الزعيم المتقلب. لكن التقلب هنا ليس سوى حساب نجاة لزعيم طائفة لا تتجاوز نسبتها 1%، محشورة في جبل بين طوائف أكبر وقوى أعتى في نظام سياسي طائفي يجعل موازين القوى الداخلية والإقليمية جزءاً من معادلة البقاء. جنبلاط يقرأ اتجاه الرياح قبل أن تهب، ويقفز إلى المركب الذي يحمي جماعته من الغرق ولو كان مركب خصمه بالأمس. هي براغماتية البقاء، حيث لا صداقات دائمة ولا عداوات دائمة، إلا عداوة واحدة. من يقرأ مساره بحثاً عن اتساق أيديولوجي يخيب، ومن يقرأه بحثاً عن منطق بقاء الجماعة يفهم كل منعطف، وتفاصيل المفاصل تكشف المنهج. من 2005 إلى 2011 3 انعطافات حادة في 6 سنوات، كلها تدور حول سؤال واحد: أين مصلحة الجبل والطائفة في هذه اللحظة بالذات؟ حتى علاقته بالسعودية والخليج خضعت للمنطق نفسه، تقارب حين يحتاج ومسافة حين تتبدل الحسابات.